السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ معاكم وفاء مصطفى. النهاردة هنعمل مع بعض وجبة حلوة جدا من صدر فرخة. صدر فرخة هنعمل بيه وليمة لأسرة كبيرة. زي ما انتم شايفين كده، دي صينية الفراخ اللي عملتها من صدر فرخة واحد. عملت معاها أحلى رز، والأكل زي ما انتم شايفينه عجب كل اللي داقه، وكل حاجة معمولة بطريقة جديدة وبطعم جديد. الرز ده معمول بطعم الفراخ، والفراخ معمولة بطريقة جديدة واقتصادية جدا وكمان لذيذة. على بركة الله بقى، تعالوا نبدأ. حطوا بقى لايك حلو للفيديو لو عجبكم طبعا، وتعالوا نشوف عملنا ايه. طلعت من الفريزر صدر فرخة، سبته يفك شوية يعني، بس مش على الاخر، انا عايزاه مجمد كده عشان اعرف اقطعه كده. هقطعه حتت رقيقة بالعرض كده زي ما انتم شايفين، عشان عايزاه يبقى كمية كبيرة، وكمان التسوية بتاعته تبقى سريعة جدا. هو صدر فرخة واحد وقطعته كده، بس لازم يكون مجمد عشان تعرفي تتحكمي فيه، يعني يكون فك شوية صغيرين. تعالوا بقى نعمل التتبيلة بتاعتنا. حطيت معلقة صغيرة من العسل الأبيض، ومعلقة صغيرة من صلصة الطماطم، و3 معالق من الزيت، 3 معالق كبار. ولو مفيش عسل حطي سكر بدل العسل. وهعمل بقى البهارات بتاعتي، هتبقى عبارة عن ملح، ما بنكترش بقى الملح ده زعتر يا جماعة ناعم، وشوية فلفل أسمر، وشوية 7 بهارات، البهارات ال7. وبكتر شوية في بهارات الفراخ، دي بهارات فراخ، ودول شوية جوز الطيب، وزودت شوية بهارات فراخ تاني. التتبيلة بتاعتي كده خلاص، يعني هقلبها بقى مع بعضها، وهجيب بقى كوباية زبادي. الزبادي هتطر الفراخ، وكمان بتطعمها وتخليها تطرى اكتر يعني. اهي كوباية زبادي صغيرة، وهنزل بيها في التتبيلة واقلبها. والتتبيلة بتاعتي خلاص كده اصبحت جاهزة، مش ناقصها حاجة. الفراخ بتاعتي جاهزة ومتقطعة. عايزة اقول لكم، غسلت الفراخ وهي زي ما هي سليمة، ما غسلتهاش بعد التقطيع، وغسلتها غسلة سريعة خالص عشان ما تشربش اي سوائل خالص، وما تنزليش اي سوائل في التتبيلة دي. اللي بيها بقى كويس قوي في التتبيلة، خلي الفراخ كلها تطعم بطعم التتبيلة الحلوة بتاعتنا دي. قلبيها كمان بايدك، لو يعني عايز تقلبيها بايدك كويس قوي عشان التتبيلة تدخل جواها كويس. وهنسيبها في التتبيلة ديت نص ساعة او ساعة، يعني حضريها كده وسيبيها لغاية ما تجهزي بقية مكونات اكلك. انا هغطيها وهسيبها، وهبدأ اكمل بقى الاكلة بتاعتي. هاتي بقى بصل وفلفل، فلفل الوان، فلفل اخضر، ليمونة، جزراية، فلفل حامي، وتعالوا نبدأ نشوف هنعمل ايه. هقطع اول حاجة البصل بتاعي، انا جايبة بصلتين كبار، وهقطعهم تقطيعة برضو رقيقة. هقطع البصلاية 4 كده، وبعدين هاخدها بقى كده شرايح رقيقة كده. انا عايزة كل حاجة في الوصفة تبقى رقيقة، عشان التسوية كلها تبقى نفس التسوية، كله يستوي بسرعة مع بعضه. قطعت البصلاية، هحطها في الصينية اللي انا هشتغل فيها على طول. هي دي الصينية اللي انا هحط فيها الفراخ، فحطيت فيها البصل. وطبعا البصل اول ما هحطه هرش عليه شوية فلفل اسمر وشوية ملح، ممكن نحط شوية بابريكا او شوية زعتر حسب ما انتوا بتحبوا. ده زعتر ناعم، وهدعك البصل بالملح والفلفل والزعتر كده عشان البصل بتاعي يبقى ريحته حلوة، وكمان يتفكك من بعضه اي حاجات يعني ماسكه في بعضها يتفكك معايا. هاتي بقى معاكي جزرايه انا مقشراها كده، وبعدين هقطعها برضو رقيق، وعايزه اوريكم قد ايه هي رقيقه. بقطع رقيق عشان يستوي معايا مع البصل ومع الفراخ، وكله يبقى متقطع زي بعضه. كل الحاجات اللي حطاها في الصينيه تبقى تقطيعه يعني رقيقه. لو مش عايزه تحطي جزر وعايزه تحطي بطاطس، برضو هتقطعيها رقيق كده، وهتحطيها كده في الصينيه بنفس الطريقه. عندك بقى فلفل الوان حلو جدا، كتر الالوان في الاكله بيبقى جميل، فلفل احمر واصفر حطي، ما عندكيش يبقى هو الفلفل الاخضر هيقوم بكل الغرض. هقطعه برضو كده حتت صغيره اهو. خدت نص يعني قرن فلفل احمر ونص فلفل اصفر وحطيتهم. هجيب برضو الفلفل الاخضر بتاعي، وده الفلفل الحامي الاول، مش هيحمي الاكل ولا حاجه، بس هيديها طعم برضو حلو. خدت نص بس القرن،
وهاخد الفلفل الاخضر بقى يعني كله قرن كبير، وهشيل بقى منه البذر كده، هشيله وهقطعه برضو نفس التقطيعة الصغيرة. حابة تحطي فص توم على الأكلة دي حطي، هيبقى حلو جدا. مش حابة وما بتحبيش التوم مع الفراخ خلاص مش مهم. انا كده خلاص حطيت كل حاجة، الخضار كله مع بعضه. وتعالوا بقى نقلبه بقى تقليبة حلوة كده، يعني نخليه كله مختلط في بعضه. بس الاول هجيب الليمونة بتاعتي وهقطعها شرايح رقيقة كده، واحاول البذر بقى تطلعيه منها كده. الليمونة هتتوزع على الصينية كده من فوق. هرش بقى شوية زيت كده، حوالي 3 معالق من الزيت، وهقلب بقى الخضار بتاعي كله عشان يتغلف كله بالزيت والزيت يسويه كويس. شايفين الالوان قد ايه جميلة؟ والفراخ بتاعتي خلاص كده جاهزة، هحطها بقى على الوش. حابة برضو الفراخ تقلبيها مع الخضار وتمسكيها بايدك كده وتقلبيها كلها مع الخضار تمام. حابة تسيبيها على الوش زي ما انا هعمل كده برضو كله ينفع. شرايح الفراخ رقيقة خالص اهي زي ما انتم شايفينها، فهتستوي بسرعة جدا مع الخضار. انا هرش على الوش حوالي معلقتين من الزيت، ومشغله الفرن بتاعي بقاله 7-8 دقايق سخن خالص، واحطها على الشبكة وهشغل المروحة وهسيبها في الفرن حوالي نص ساعة، وهتابعها طبعا. تعالوا بقى دلوقتي نعمل الرز بتاعنا اللي بطعم الفراخ. حطيت مكعب زبدة وشوية زيت، ولما ساحوا بقى مع بعض كده كنت غاسلة الرز ومصفياه كويس. بس حطيت هنا مرقة، هحط مرقة دجاج وهحط بهارات فراخ وشوية قرفة، وهقلب بقى الحاجات كلها مع بعضها كده كويس، وهنزل بعد كده بالرز بتاعي. كل اللي انا حطيته على الزبدة والزيت يا جماعة شوية قرفة صغيرين، شوية بهارات فراخ، وحطيت هنا ملح، وحطيت كمان مكعب مرقة. الرز بتاعي هياخد طعم الفراخ خالص من مكعب المرقة ومن بهارات الفراخ اللي هنحطها. انا مش عايزاه يلون ولا اي حاجة، وهقلب فيه شوية يتشوح بقى في السمنة والزيت عشان يبقى مفلفل زيادة يعني حلو قوي كده. طبعا المية اللي بنضيفها لازم تكون مية مغلية، واي نوع رز هينفع معاكي. انا النهاردة عاملة رز بسمتي الحبة القصيرة، وما حطيتش عليه اي حاجه غير اللي انتوا شفتوه. بصوا الرز قد ايه مفلفل وجميل. هديت عليه طبعا اول ما اتشرب لغايه ما استوى وبقى بالشكل الروعه ده. بصوا بقى جمال الفراخ وهي في الفرن بتشكشك اهيت، وخلاص هتاخد لون من فوق وقربت تنشف معايا، واول يعني ما تنشف شويه هطلعها بالشكل ده. خلصت بقى الفراخ، وعايزه اقول لكم طريه جدا ومستويه وكله دايب في بعضه، والجزر طعمه فراخ والبصل وكل حاجة بتتاكل في الأكلة دي يا جماعة. تعالوا بقى نقدمها كده تقديمة حلوة، وشوفوا قد ايه عاملة كمية قد ايه، وهو صدر فرخة بس هيقضي العيلة كلها. خفيفة، مش بانيه ولا تحمير ولا زيت ولا يعني اي حاجة صعبة، جديدة وهتعجب كل اللي هيدوقها. هتبقى عاملة زي شاورمة الفراخ، الشاورما الجاهزة اللي بتتباع بره، وفي نفس الوقت معاها شوية خضار كده متطعمين بطعم الفراخ ودايبين اهو زي ما انتم شايفين. والبصل كمان بيتاكل مع الرز، والاكلة كلها يعني كله هيحبها وهتاكلوها وهتعجبكم جدا بجد. تعالوا بقى نزين الاكلة الحلوة بتاعتنا دي بشوية ورق بقدونس او كزبرة خضرة كده على الوش، بس عشان يعني الاكل هيفتح النفس كده لما نزينه شوية. شايفين الجمال؟ حاجات بسيطة خالص وعملنا الطبق الروعة ده. ايه رأيكم في جماله؟ حلو فعلا، ريحته حلوة، طعمه حلو قوي بجد، هيعجبكم، جربوه على ضمانتي. تعالوا بقى نغرف الرز بتاعنا الروعة الحلو بتاعنا اللي بطعم الفراخ. يعني احنا بناكل فراخ ورز بطعم الفراخ، اكلة كده لايقة مع بعضها كده وروعة جدا، وتكفي عيلة كبيرة وهو صدر فرخة واحد. برضو زينت الرز بشوية ورق كزبرة، وهي دي الأكلة بتاعتنا النهاردة. عايزة اقول لكم ولا محتاجين جنبها سلطة ولا اي حاجة، لان في خضار، مش محتاجين جنبها اي حاجة. بصوا جمال الرز، روعة بجد، طعمه طعم الفراخ. وتعالوا ناخد قطعة بقى من الفراخ بتاعتنا ونشوف قد ايه طرية، وشوية من الخضار بتاعنا الجزر ده
بصوا طعمها حلو جدا. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدف الإفادة، يا رب تكونوا استفدتوا. لايك بقى حلو للفيديو، شيروه. شكرا ليكم.